فرجاني ساسي بيقول لك الاهلي لو عدى دور المجموعات بيبقى فريق تاني. الاهلي لو عدى دور المجموعات بيوصل للنهاية، خلاص هو هياخد البطولة الا اذا حصل اي تغيير. اسمع يلا، انا عايزك تسمع، انا عايزك تسمع. اسمع فرجاني ساسي اللي انت كنت طاير بيه، اسمعه. هو بيتكلم على عم العالم، عم الأندية. اسمعوا يلا. اعرف يلا الفرق بين الاهلي والزمالك، اعرف الفرق بين الاهلي والزمالك، اعرف الفرق بين نادية وناديك، اعرف الفرق. هتلاقي بص فرق سنين ضوئية يا جدع. احنا الاهلي، احنا الاهلي اللي لاعب محترف بيلعب عندك، كان يعني بيلعب عندك، كان الجمهور بيتغنوا بيه، بيطلع يتكلم عن الفرق بين الاهلي والزمالك. طبعا بعد ما مشي، الفرق بين الاهلي والزمالك حاطط الاهلي في حته والزمالك في حته تانية خالص. طبعا عارف انت زعلان ومقهور، وعارف طبعا ان هو بالنسبه لك دلوقتي خاين، او بالنسبه لك دلوقتي انت فاهم ان اللعيب ملوش اي تأتي لازمه. انا عارف الكلام ده والله، انا عارف وفاهم الدماغ دي. ولكن حاول تقف قدام المرايه كده وتصارح نفسك بالحقيقه، وانت هتشوف حجمك اللي هو قد كده. صباح الفل.